2026 بالنسخة رقم 47. لدينا صاحب الترتيب الثاني الفريق المستضيف اللي هو فريق الشرطة، وصاحب الترتيب الثالث اللي هو نادي أربيل، وبالتالي 76 نقطة مقابل 70 نقطة للفريق المستضيف والفريق الضيف. الفارق 6 نقاط ما بين الفريقين. مباراة مهمة لكلا الفريقين. مباراة المرحلة الأولى انتهت لمصلحة أربيل بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب تيميروف، وكان الهدف في الشوط الأول في الدقيقة 25، وهناك كان في أربيل في ملعب فرانسو حريري. هنا مباراة المرحلة الثانية، ومباراة المرحلة الثانية مختلفة تماما ربما تكون عن مباراة المرحلة الأولى. ننتظر ونتابع هذا اللقاء. مباراة مهمة، مباراة منتظرة وتقام بذات التوقيت. كذلك مباراة مهمة ما بين فريق المتصدر اللي هو فريق القوة الجوية صاحب الصدارة، وفريق الزوراء الفريق الذي يدخل لمباراة القوة الجوية وهو في الترتيب الرابع. اليوم تختتم مباريات هذه الجولة بالفرق الأربعة، تتحدث عن المركز الأول والثاني والثالث والرابع، القوة الجوية والشرطة وأربيل والزوراء. مباريات مهمة، مباراتين تقام بذات التوقيت، كلاسيكو الكرة العراقية، القوة الجوية والزوراء، وهنا مباراة الشرطة وأربيل. مباريات منتظرة، مباريات مهمة لكلا الفرق الأربعة التي تلعب بذات التوقيت. مباريات مهمة ننتظر منها الكثير، ننتظر منها الإثارة تحت أنظار هذه الجماهير، جماهير الشرطة الغفيرة الحاضرة بهذا اللقاء، وبصافرة حكم المباراة على السلام الذي يقود هذا اللقاء. نتمنى له التوفيق بقيادة محكمة لهذه المباراة. على سلام حكم المباراة تطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري ولقاء الشرطة وأربيل ضمن لقاءات الجولة 36 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 بالنسخة رقم 47. ختام هذه الجولة، كل المباريات شاهدنا المباريات. هنا تشكيلة الشرطة لمباراة اليوم: حسن أحمد، أحمد يحيى، مصطفى سعدون، طارق أجون، وحسين علي، عبد المجيد بوبكر، ريوان أمين، عبد الرزاق قاسم، فهد اليوسف، محمود المواس، وليونين أتيبة. بينما هنا أربيل: كميل سعدي، مارلين مامادو، علاء رعد، همان طارق، نياز، وكريستيان باركو، إيدين إيسيان، أكو حزيد، كريستوفر جون، وشيرزود تيميروف. هذه تشكيلة الشرطة وأربيل لمباراة اليوم. هنا المدرب باسم قاسم مدرب نادي أربيل يتطلع لنقاط هذه المباراة وتعزيز الانتصار الذي حققه نادي أربيل في المرحلة الأولى بانتصار ثاني في المرحلة الثانية، وكذلك يحاول تعويض الخسارة الماضية التي كانت من نوروز بهدف مقابل لا شيء. بينما الشرطة للاقتراب أكثر وأكثر من القوة الجوية ينتظر أن تكون مباراة القوة الجوية والزوراء بنتيجة لمصلحة فريق الزوراء. هذا ما يتمناه فريق الشرطة وجماهير الشرطة بمباراة القوة الجوية والزوراء، على أن يحقق انتصار من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء، ولكنه أمام فريق أربيل، الفريق الذي يمتلك كذلك 70 نقطة وهو في الترتيب الثالث، وكذلك يقدم مستويات كبيرة بهذا الموسم. طاقم تحكيم اللقاء علاء سلام، ولدينا أكرم علي، حسين فلاح، والحكم الرابع محمد علي، وفي غرفة الفار لدينا علي أحمد شاكر وعلي فاضل. علاء سلام حكم المباراة، هل هنالك شيء؟ يتحدث مع غرفة الفار، ولدينا بطاقة صفراء
لتيميروف هداف نادي أربيل والدوري ب 28 هدف. 28 هدف لتيميروف. بالمقابل لدينا هداف نادي الشرطة اللي هو ليونيل أتيبا ب 17 هدف. هذه اللقطة بين تيميروف، وبالتالي تلقى البطاقة الصفراء. على سلام حكم المباراة. البطاقة الصفراء لشيرزود تيميروف هداف الدوري. أحمد صلاح مدرب الشرطة، مدرب الذي جاء خلفا لمؤمن سليمان اللي يقود نادي الجرمة حاليا، والكل يعلم بأنه أحمد صلاح عندما تحصل على لقب مع فريق الشرطة كان بموسم 2022-2023. خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة. بداية المباراة الدقائق الأولى عبد المجيد أبو بكر على التنفيذ الآن. كرة ملعوبة إلى جهة اليسار صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة. تمرير الكرة من طارق، وصلت لفهد اليوسف. عبد المجيد شرطة بكرة وصلت بعد ذلك. عبد المجيد شرطة على اليمين، أربيل على اليسار. الكرة تنفذ للأمام، محاولة مستمرة عن طريق تيبة، وصلت بعد ذلك لأحمد يحيى. تبادل الكرات لفهد اليوسف. فهد يحاول أن مر من الأول، ولكن الكرة لا زالت في الملعب. تقطع الكرة، بعد ذلك وصلت وتمرر للأمام. كريستوفر جون، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. طارق لاعب الجزائري. تمرير الآن عبد المجيد شرطة، محاولة فيها عودة للخلف. ريوان لطارق مرة أخرى. تمرير الكرة لفهد اليوسف، من فهد لريوان. عودة لحارس المرمى حسن أحمد. بعد ذلك تنقل الكرة. المحاولة الآن على مستوى خط الدفاع. شرطة ب 76 نقطة، 23 انتصار، 7 تعادلات، 5 خسار، سجل 68 هدف واستقبلت شباكة 29 هدف. بينما أربيل 20 انتصار، 10 تعادلات، 5 خسار. كرة ملعوبة لمصلحة الشرطة، بعد ذلك تبعد الكرة. نفس الخسار اللي تلقاها بنفس العدد فريق الشرطة كذلك فريق أربيل بهذا الموسم لغاية الآن. بينما أربيل سجل 52 واستقبلت شباكة 30 هدف. كرة فيها صافرة وفيها خطأ. ركلة حرة مباشرة لمصلحة أربيل. هذه الكرة الخطأ لشوبانوف. مارلين لاعب الأوزبكي مدافع نادي أربيل، وبالتالي ركلة حرة مباشرة خطأ على أتيبا. ليونيل أتيبا لاعب الكاميروني. كرة لياكو حزير في المنتصف. همام، بعد ذلك الكرة وصلت وتبعد الكرة من مارلين، تعود لطارق في المنتصف. تيميروف، تمرير الكرة. همان طارق لتيميروف. كرة اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب من مصطفى سعدون إلى خارج أرضية الملعب. هذه جماهير الشرطة
جماهير الوفية التي في كل مباراة تشاهدها حاضرة على المدرجات، إن كانت في بغداد المباريات أو خارج العاصمة بغداد. كرة بتصل لحارس المرمى حسن لطارق أجون، تمرير الكرة عبد المجيد بوبكر. عبد المجيد مع فريق الشرطة الكل يعلم من المباريات على المستوى التهديفي لديه حضور مع الشرطة هذا الموسم. كرة بعد ذلك لحسين علي، تقطع كريستوفر جون، يمرر، وصلت للأرجنتيني لاعب كريستيان باركو، بعد ذلك لعلاء كريستيان باركو لكريستوفر جون آكهزير تيميروف أربيل. كرة إلى جهة اليسار، آخر اتصال لأربيل كان جولة 34 على النجف ب4 أهداف مقابل هدف واحد. كابريرا تيميروف هدفين وعلي شاخوان هدف. كابريرا يغيب عن هذه المباراة. كرة تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا أحمد يحيى من اللاعبين كذلك الذين سجلوا بهذا الموسم، لديه هدفين مع فريق الشرطة. بينما الكرة وصلت لعبد الرزاق قاسم لمحمود المواس عالية الكرة، ولكنها وصلت لكميل حارس المرمى. كميل السعدي، باركو، كرة في المنتصف، إيسيان، كرة مقطوعة، سيان علي. الشرطة الآن محاولة مستمرة، حسين يحاول بهذه الكرة مرور ولكن تقطع عن طريق ايدي ديم. إيسيان لاعب النيجيري صافرة، ولدينا خطأ ركلة حرة غير مباشرة. هنا كريستيان، بينما هنا أحمد يحيى. مباراة مستمرة، التعادل بدون أهداف لغاية الآن. شرطة وأربيل، مباراة لا تخلو من الأهمية. جماهير الشرطة تنتظر، عين على هذه المباراة وعين على مباراة القوة الجوية والزوراء، المباراة التي تقام بذات التوقيت. كرة وصلت بعد ذلك، المحاولة مستمرة. مباراة القوة الجوية والزوراء لا يزال فيها التعادل بدون أهداف، وهنا التعادل كذلك بدون أهداف بعد مرور ووصول للدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. لدينا صافرة، خطأ وبطاقة صفراء هذه المرة على تيبة. هنا هداف ب 17 هدف، هداف نادي الشرطة. قبل هذه المباراة كان هو رابع هدافي دورينا في الترتيب الرابع، ولكن الآن يتراجع إلى خامس ترتيب هدافي دورينا، اللي يرتقي للترتيب الرابع الآن لاعب فريق نادي الكرخ، مهاجم الكرخ اللي هو يونس حمود. كان قبل هذه المباراة وقبل مباراة فريق الكرخ والنجف ب 14 هدف. اليوم سجل سوبر هاتريك، وصل للهدف رقم 18 ليصل للترتيب الرابع بدلا من أتيبة. أتيبة يتراجع للترتيب الخامس، أتحدث عن ترتيب هدافي دورينا، ولكن ممكن يسجل في هذه المباراة. أتيبة لاعب هداف ولاعب ممتاز اللي هو الكاميروني. كرة وصلت بعد ذلك، تصل الآن تمرير. أحمد يحيى يعود لطارق، جماهير الشرطة هناك تفاعل على المدرجات، ربما هنالك شيء. الزوراء يتقدم بهدف، الزوراء يتقدم بهدف عن طريق هيران أحمد.
شوف جماهير الشرطة عندما تنتظر الأخبار من مباراة القوة الجوية والزوراء، يقول لك هناك المباراة اللي فيها الزوراء يتقدم بهدف، وعلى هذا الأساس جماهير الشرطة متفاعلة بالنتيجة التي يتقدم فيها الزوراء على حساب القوة الجوية. هذه جماهير الشرطة فرحة الآن بهذا التقدم اللي في تلك المباراة، وينتظر تقدمه في هذه المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب. أحمد صلاح بنظرات. أحمد صلاح هل يصل بالشرطة للقب 5 على التوالي؟ ننتظر ونتابع. كرة إلى ركنية الآن. ركنية، الكرة تنفذ. بعد ذلك تبقى المحاولة لأربيل، هذه خطيرة، وكرة في القائم كانت خطيرة وكانت رائعة لفريق أربيل من خلال اللقطة الماضية. لولا القائم الأيمن لحارس المرمى حسن أحمد في الكرة الماضية. كرة لا زالت أربيل والمحاولة مستمرة، تصويبة خطيرة، تبقى خطيرة. مارلين الآن، مارلين صوب. الله 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 على الهدف الجميل، الله على هذا الهدف الرائع. تصويبة من مسافة، تصويبة رائعة. سجل أربيل، سجل الإمبراطور بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بكرة كانت الأولى في القائم ولكن الثانية في المرمى، الثانية داخل الشباك. الأوزبكي مارلين. شوف هذه الكرة، تقدم باليمين وصوب باليسار، هوبا على الهدف، هوبا على الكرة. الله 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 الله، ويا سلام يا سلام على الأوزبكي، يسجل هدف من الأهداف الجميلة. هناك الزوراء يتقدم وهنا أربيل يتقدم، هناك هدف وهنا هدف. وهذه النظرة، لا هذه النظرة معبرة عن هذه السيدة الشرطاوية التي حضرت لملعب المباراة، التي تؤازر في كل مباراة، تشجع الشرطة وتحت أنظار الجميع. أربيل يتقدم، أربيل يسجل ويفتتح باب التسجيل بهذه المباراة. هل يعود الشرطة ويعدل؟ هل يعود الشرطة ويتعادل من خلال هذه المباراة؟ ننتظر ونتابع هذه القمة الكروية هنا في ملعب الشرطة، ملعب القفص، الملعب الذي يحتضن هذا اللقاء. رمية تماس، الكرة تنفذ. بعد ذلك الكرة وصلت لفهد اليوسف. تمرير الآن، تنقل لطارق. بعد ذلك المتابعة لهذه الكرة، أتيبة. تمرير الآن، مارلين أبعد الكرة، وصلت بعد ذلك بمتابعة صافرة ولدينا خطأ. هذه الكرة الماضية، وبالتالي الكرة فيها صافرة وفيها خطأ بقرار من حكم المباراة. هنا أتيبة، بطاقة صفراء لليونيل أتيبة. كرة ملعوبة الآن، وصلت بعد ذلك بتمريرة على مستوى خط الدفاع.
هدف جميل سجل من خلال هذا اللقاء. كرة فيها تمرير لطارق، بعد ذلك المتابعة لهذه الكرة، هجوم للشرطة، ستبقى محاولات الشرطة حاضرة حتى يصل لهدف التعادل. هذا ما يريده، هذا ما يريده فريق الشرطة. أولا التفكير بهدف التعديل، وبعد ذلك جماهير تطالب بانتصار وتمن النفس بخسارة فريق القوة الجوية أمام الزوراء، بينما جماهير القوة الجوية التي بكل تأكيد يقول لك الفريق يعتمد على نفسه وينتصر في باقي مبارياته، إن كانت مباراة الزوراء، إن كانت مباراة نفط ميسان، وإن كانت مباراة زاخو، على اعتبار أنه هذه المباريات المتبقية لفريق القوة الجوية، المباريات المتبقية نفط ميسان في ميسان وزاخو في بغداد، بينما الشرطة المباريات المتبقية الكرخ والميناء في بغداد. كرة ملعوبة وصلت بعد ذلك لعبد المجيد بوبكر في المنتصف، فهد اليوسف، تمرير حسين علي لمحمود المواس، تمرير الكرة عبد الرزاق، سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. عبد الرزاق ومصطفى سعدون، مصطفى سعدون الكرة الماضية، ولكن اللي سدد واللي صوب عبد الرزاق قاسم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذا عبد الرزاق في الكرة الماضية. عالي الكرة، همام طارق، همام إيسيان في المنتصف، آكو حزير، تمرير بعد ذلك، الكرة وصلت لكريستيان باركو، تمرير الكرة، كرة وصلت ليتيبة، عبد الرزاق، المحاولة مستمرة، تقطع وصافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الشرطة. هذا فهد اليوسف، فهد اليوسف، شوف هذه الكرة الماضية التي كان فيها خطأ، وبالتالي يلعب بطريقة سريعة، حاول أن يستغل الوقت فريق الشرطة للعودة للتعديل، بينما مصطفى سعدون بتمريرة، هذه كرة وصلت ليتيبة، يمرر الكرة ولكنها تقطع، بعد ذلك تعود لأربيل، صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة، حكم المباراة على سلام، ركلة حرة مباشرة. هذه الكرة الماضية، الكرة التي تحصل فيها على خطأ لاعب كريستيان باركو، لاعب الأرجنتيني. تقريبا منتصف الشوط الأول، 22 دقيقة، يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. مباراة الجولة 36 لدورينا، دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026، نسخة رقم 47 للدوري العراقي. وهنا التقدم لأربيل بهدف على حساب نادي الشرطة، وهناك الزوراء يتقدم على القوة الجوية في مباراة تقام بذات التوقيت. تلك المباراة تقام على ملعب الشعب الدولي، بينما هنا تقام على ملعب الشرطة، ملعب القفص. كرة وصلت لطارق في المنتصف،
تمريرة خاطئة، وصلت بعد ذلك آكو حزير، أمامية الكرة كريستوفر جون، كرة بجهة اليمين، حصل الكرة قبل خروجها، وبعد ذلك ينتظر الزميل، يمرر لعلاء رعد، خاطئة من علاء، وصلت لحسين علي، حسين يحاول، شرطة يحاول، تمريرة لمحمود، المواس يحاول أن يمر فيها ولكن تقطع بطريقة سليمة وراعة من قبل علاء رعد في اللقطة الماضية، أو كان نياز محمد هو من يقطع الكرة الماضية. كرة وصلت لشيرزون تيميروف سدد الكرة ولكنها مرت، وصلت لأحمد يحيى، هذا تيميروف، عبد الرزاق، عبد المجيد لمصطفى سعدون. هناك بطء في التحضير بالنسبة للاعبي فريق الشرطة من خلال هذه المباراة، يعني رتم المباراة ليس بذلك الرتم السريع من جانب فريق الشرطة، تحضير بشكل بطيء، تناقل الكرات، يحاول عن طريق الأطراف، وهذه كرة خاطئة مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس من الجهة القريبة. هذا مصطفى سعدون اللي دائما يتقدم بالكرات من جهة اليمين، رمية تماس، الكرة تنفذ، وصلت لأحمد يحيى، بعد ذلك لفهد اليوسف، فهد، تمرير ريوان، وصلت لطارق، مرة أخرى لريوان، عبد المجيد، الشرطة، المحاولات مستمرة، تمرير الكرة لعبد الرزاق، يمرر لمصطفى، هذه كرة ممتازة ولكنها تبعد، همان طارق، عبد المجيد، تصويبة بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، 28 دقيقة وأربيل متقدما، وهناك الزوراء متقدما. مباراتين من أهم المباريات لأصحاب المراكز الأربعة الأولى. قوة جوية صاحب الصدارة بمواجهة الزوراء صاحب الترتيب الرابع، والشرطة صاحب الترتيب الثاني بمواجهة أربيل صاحب الترتيب الثالث. هذا تيبة، خطأ، ركلة حرة مباشرة. حكم المباراة علاء سلام يتحدث مع باسم قاسم وكذلك هاشم خميس، ولدينا بطاقة صفراء مع وجود ركلة حرة مباشرة. الكرة تنفذ، بعد ذلك وصلت لفهد اليوسف، فهد لريوان، تبادل الكرات، تمرير الآن جهة اليمين، عبد الرزاق يخسر الكرة، ما سيطر عليها، وبعد ذلك الكرة وصلت لتيميروف، تيميروف يمرر لباركو، والكرة تبعد من المدافع اللي كان أقرب في اللقطة الماضية. إيسيان من ممادو إلى إيسيان، تصل لعلاء، علاء رعد، كريستوفر جون، محاولة ولدينا صافرة وخطأ. ركلة حرة مباشرة،
في الكرة الماضية. حكم المباراة لغاية الآن يدير المباراة بشكل ممتاز اللي هو على سلام. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي أربيل في ظل هذا التقدم، في ظل هذا التقدم بكل تأكيد. يعني أربيل يلعب بأريحية تامة، فريق متقدم، فريق تشاهده يعني أغلب الكرات تكون دقيقة، لا توجد هنالك عشوائية بالتمرير على مستوى تبادل الكرات، تمركز اللاعبين كذلك جيد. شرطة تشعر بأنه يعني ليس الشرطة الذي كان حاضرا في المباريات الأخيرة وخصوصا في الجولات القريبة الماضية. عندما تتحدث عن مباريات ديالى، الغراف، نوروز، نفط، هذه المباريات الأربعة الأخيرة التي حقق فيها الانتصارات المتتالية فريق الشرطة، كان الأداء أفضل، كانت البداية أفضل، كان الشوط الأول وصولا لمثل هكذا وقت 29 دقيقة أداء ممتاز جدا. حركة اللاعبين، رتم المباراة، السرعة في الأداء، تناقل الكرة بشكل وبالتركيز عالي جدا. كرة وصلت لمحمود المواس، تبعد من مارلين إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. هذا صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن، اللاعب الأوزبكي مارلين شوبانوف. كرة وصلت لطارق، تمرير الكرة، ريوان لفهد اليوسف، فهد في المنتصف لمصلحة الشرطة. نصف ساعة 30 دقيقة، شرطة أكثر استحواذ على الكرة، امتلاكا للكرة ولكن بدون خطورة على مرمى الحارس كوميل، بينما هذه تصويبة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عبد المجيد بوبكر من النيجر، لاعب لديه دراية كبيرة عن مباريات دورينا، كل يعلم انديا التي مثلها في دورينا، ولاعب ممتاز في منتصف الملعب كلاعب ارتكاز. ركلة مرمى، الكرة تنفذ عالية، الكرة عبد المجيد، حسين علي، حسين تغيير لمصطفى السعدون، مصطفى بالتمريرة لحسين علي، لمصطفى مرة أخرى، المحاولة مستمرة، حسين علي حاول أن يمر، تمرير خاطئة من فهد اليوسف، كانت باتجاه محمود المواس، كرة تمرر وصلت إلى جهة اليسار، كرة تقطع، عبد المجيد، مواس، 10 أهداف للمواس من خلال هذا الموسم. شجع الشرطاوي بنظرات ترقب، وبكل تأكيد يعني النتيجة لا تعجب جماهير الشرطة. تخريم بهدف، أحمد صلاح يفكر بكيفية العودة للمباراة. بالمناسبة حتى نتيجة التعادل لا يقبل بها هذا المدرب ولا حتى اللاعبين ولا حتى الجماهير، يدخلون المباراة من أجل النقاط الثلاث. وكذلك بالمقابل الإمبراطور أربيل يدخل وعينه على النقاط الثلاث مع مدربه باسم قاسم. أحمد يحيى يحاول أن يمر، يطالب بلبسة يد، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. كرة وصلت لكريستوفر جون، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة.
ركلة حرة مباشرة. حكم المباراة على سلام يتحدث مع علي أحمد شاكر وعلي فاضل في غرفة الفار. إذا ما كان الكرة فيها لمسة يد، هل سيعود للفار؟ هذه الكرة الماضية استلمها وتقدم فيها أحمد يحيى، وبالتالي هذا المرور الأول. وبعد ذلك الكرة التي طالب فيها بخطأ على سلام ينتظر هل يستدعى من قبل المتواجدين في غرفة الفار، هل يعود للفار، هل هنالك شيء في المباراة. جماهير الشرطة تترقب والكل يترقب، عين على هذه المباراة وعين على هذه لمسة اليد، هذه لمسة اليد كريستوفر جون. وهذه اللمسة هل يعود فيها حكم المباراة إلى الفار؟ هل يحتسب فيها ركلة جزاء أو لا؟ ننتظر القرار. هو صاحب القرار على سلام، والحالة تبقى لحكم اللقاء، هو من يقرر إذا ما كانت الكرة فيها ركلة جزاء أو لا. يعود للفار، يعود للفار وفرحة الأنصار على المدرجات. هل هذه فيها أو لا؟ هل هذه فيها أو لا؟ جماهير أربيل وجماهير القوة الجوية كذلك لا تتمناها بركلة جزاء، لا تتمناها بركلة جزاء، ولكن جماهير الشرطة تتمناها بركلة جزاء. تتمنى حكم المباراة أن يشير لوجود ركلة جزاء بهذا اللمس. لمسة اليد موجودة، ولكن القرار يبقى لحكم المباراة، القرار لحكم اللقاء، هل يحتسب فيها أو لا. هذه الكرة وهنا كريستوفر جون لا يتمناها بالمقابل. ننتظر ونتابع. على سلام ماذا يقول؟ يقول بأن الكرة فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء للشرطة، ركلة جزاء للشرطة بعد العودة للفار، بعد العودة للفار يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في ظل وجود لمسة يد في الكرة الماضية. حسين يعترض، وبالمقابل جماهير الشرطة ولاعبي الشرطة الكل فرح باحتساب ركلة الجزاء. هنا لمسة اليد، وهذا كريستوفر جون وحكم المباراة بعد العودة للفار، بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 37. هل يسجل فيها محمود المواس؟ هل يسجل فيها محمود المواس؟ ننتظر ونتابع. المواس على التنفيذ، كميل في المرمى، أحمد صلاح والجماهير تترقب، ومحمود المواس يريد أن يسعد هذه الجماهير بالعودة بتسجيله لهدف التعديل. هذا إذا ما سجل تترك لأتيبا، إذا تترك للكاميروني، تترك لهداف نادي الشرطة، تترك لليونيل أتيبا وكميل. أتيبا على التنفيذ وكميل في المرمى. الشرطة يعدل أو لا؟ الشرطة يعدل أو لا؟ ليونيل أتيبا للشرطة، أتيبا من ركلة جزاء،
أتيبا الكاميروني، ليونيل أتيبا. أوه كوميل يا كوميل يا كوميل، كوميل يا كوميل، كوميل كالأسد في المرمى، كالأسد في المرمى يتصدى للكرة، وحتى في متابعة الكرة تصدى للتصويبة. ويا حسرة الجماهير بضياع لركلة جزاء. ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، الكرة من ركلة جزاء. ضيع الشرطة فرصة التعادل. هذه الكرة وهذه التصويبة وهذا التنفيذ، ولكن كوميل يا سلام يا سلام. حتى في هذه حتى في هذه تصدى كوميل، وبكل براعة يتصدى للكرة الماضية، ينقذ أربيل من هدف، من ركلة جزاء، بالكرة كانت ما بعد ركلة الجزاء، بالتصويبة كانت ما بعد ركلة الجزاء. باسم قاسم. هنا جماهير أربيل طبعا فرحة بهذا الضياع، وجماهير الشرطة اللي كانت سعيدة باقتراب الشرطة من تسجيل هدف التعادل، ولكن ضاعت الكرة وضاع التنفيذ اللي كان عن طريق الكاميروني ليونيل أتيبا، والشرطة سيبقى يحاول أن يصل لهدف التعديل. الزوراء هناك لا يزال متقدمة. ركلة مرمى كوميل، طارق يعود لحسن، بعد ذلك التمرير، هجوم لمصلحة الشرطة. عبد المجيد، تمرير الكرة إلى جهة اليمين، المحاولة مستمرة، فيها عودة لعبد المجيد. 5 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول عدا الوقت المضاف. أحمد يحيى بينه وبين تيميروف، تمرير لطارق أجون، يمرر ريوان، عبد المجيد، تمرير الكرة، محمود المواس يحاول، ولكن خروج موفق لكوميل من خلال اللقطة الماضية. خروج موفق لكوميل في اللقطة الماضية. كرة وصلت بعد ذلك جهة اليمين، محاولة مستمرة، عبد المجيد، فهد اليوسف لعبد المجيد، لمحمود المواس، تمرير الآن، بعد ذلك وصلت إلى جهة اليمين، مواس، عبد المجيد، تبادل الكرات، وبعد ذلك تبعد من المدافع على خارج أرضية الملعب. أبعدت من مارلين، إبعاد من مارلين. المباراة أصبحت أجمل، المباراة أصبحت أسرع، ولكن هذا الحارس الممتاز الذي أنقذ مرماه من ركلة جزاء وتصدى بشكل ممتاز لكرة أتيبا. 3 ركنيات، ركنيتين لفريق الشرطة مقابل ركنيين لفريق أربيل، ولا يزال التقدم لأربيل بهدف مقابل لا شيء عن طريق مارلين في الدقيقة 15. هدف ولا أروع سجل من خلال هذه المباراة. ركلة ركنية، الكرة تنفذ عالية، الكرة والضربة الرأسية، المتابعة لهذه الكرة لا زالت ووصلت لحارس المرمى، وصلت لحارس المرمى.
لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب. جماهير الشرطة بعد ما بكل تأكيد يعني كانت لها السعادة بالحصول على ركلة الجزاء، ولكن بعد ذلك ضاعت ركلة الجزاء. يذكر ضياع لركلة الجزاء في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ليوني لاتيبة. جماهير أربيل فرح بهذا التقدم. تحية لهذه الجماهير التي حضرت من شمال العراق إلى العاصمة الحبيبة بغداد لمؤازرة الفريق، وهذه الجماهير تنتظر. بينما هنا ايديم ايسيان لاعب النيجيري، كرة فيها عودة لحارس المرمى. الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. كميل، حسن أحمد لعبد المجيد، كرة بتصل مرة أخرى. فهد اليوسف، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس الآن على رعد على التنفيذ. كرة تنفذ، بعد ذلك المتابعة لهذه الكرة وصلت مرة أخرى. تبقى المحاولة وطالب بخطأ. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. كرة بتصل لعبد الرزاق، مطالبة لأربيل بخطأ. كرة وصلت إلى جهة اليمين. المحاولة مستمرة عن طريق أتيبة. تقطع الكرة همام. تمرير الكرة لمامادو، انطلق فيها مامادو. ديارة لاعب الفرنسي المدافع مع نادي أربيل. الكرة وصلت لحارس المرمى كوميل، تصل لكريستوفر جون. كريستوفر، إخراج الكرة. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب اللي هو كريستيان باركو. هذه الكرة والسقوط اللي كان لكريستيان باركو. بالسلامة لكريستيان. 4 دقائق الوقت المضاف للشوط الأول بتقدير من حكم المباراة. جماهير أربيل، مباريات الجولة كل تابع النتائج. ديالا يخسر من أمانة بغداد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. تعادل الكهرباء والغراف بهدفين لكل فريق. هذه إعادة للكرة التي اصطدت بالقائم الأيمن، وبعد ذلك هذه الكرة التي سجل من خلالها هدف التقدم، واحد من الأهداف الجميلة التي سجلت في دورينا. قاسم يخسر من نفط ميسان ب5 أهداف مقابل هدفين. تعادل النفط ودهوك بهدف مقابل هدف. تعادل الطلبة والقرمة بهدف مقابل هدف. فوز اليوم، مباريات اليوم، فوز نوروز على زاخو بهدفين مقابل هدف واحد. ميناء على الموصل بهدف مقابل لا شيء. النجف يخسر من الكرخ ب5 أهداف مقابل هدفين. هذه آخر المباريات، وبنفس التوقيت تقام كذلك مباراة القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي. كرة وصلت لتيميروف هداف الدوري، يحاول فيها تيميروف، يحاول أن يمر، بعد ذلك فيها عودة لياكو حزير.
بيركو، كريستيان، على رعد، كريستيان مرة أخرى، مرور ممتاز. بعد ذلك التمرير على تيميروف، كرة الماضية فهد اليوسف، صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة. كرة تنفذ بشكل سريع، وصلت تالي أحمد يحيى، حسين علي، تمرير الآن فهد اليوسف، يمرر لريوان عبد المجيد، المحاولة مستمرة، عبد الرزاق قاسم يمرر الكرة ومن ثم ريوان لطارق، وصل التالي فهد اليوسف، تمرير لأحمد يحيى، شرطة بهجوم، شرطة بمحاولة، هنا الإبعاد بتصل لحسين علي، عبد المجيد، فهد، تبادل الكرات، شرطة بنقلات ممتازة، بنقلات جميلة، أحمد ومحمود المواس يطالب بخطأ حكم المباراة، أشار لاستمرار اللعب. كرة تصل لفهد اليوسف، فهد ربما تكون الأخيرة من خلال الشوط الأول، إذن نعم هي كانت الأخيرة، تأتي الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم نادي أربيل بهدف مقابل لا شيء للشرطة. نذكر بأن الهدف كان عن طريق اللاعب شوبانوف، مارلين شوبانوف اللاعب الأوزبكي، وسجل في الدقيقة ال15، ونذكر بأن هنالك ضياع لركلة جزاء عن طريق اللاعب أتيبة في الدقيقة 38. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. لكن سلامات لمجتبى يسقط على أرض الملعب. مجتبى يسقط على أرض الملعب، أثمرت بالنجاح تغييرات أيمن الحكيم. هذه الكرة بدأت من مصطفى بالإصرار والعزيمة، لحق بكرته صهيب، حضر للقائد مجتبى، يأتي بذكاء، شوف العرض، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الراسية من مامودو، بديل ناجح ويكون خير دليل لكلمة البديل الناجح. كرة صعبة ضربت في العارضة الأفقية وبالتالي دخلت. هذه الكرة الراسية كأنه لعبها بقدمه، كأنه لعبها بقدمه بكل قوة، ينجح البديل مامادو ويوصل زيدان مر زيدان، تقدم زيدان على الكناري من أجل الثاني، زيدان عبد الجبار 1 على 1 يدخل في المنطقة، هل يأتي بالتسديد؟ يا سلام، هذه جول، يا لها من هجمة ويا لها من لمسة، شوف الإصرار، شوف الروح، شوف المهارة، أي بديل أي بديل أي بديل. زيدان عبد الجبار بأول لمسة بأول كرة يضعها في شباك الحارس عالمة، ضاع إبراهيم عالمة أمام زيدان عبد الجبار، أي بدلاء يجريها المدرب السوري أيمن الحكيم. تغيير أول عدل مامودو، تغيير ثاني يأتي بثاني الأهداف، زيدان بالمهارة، زيدان بالشطارة، يا عيني حطها على يمين إبراهيم عالمة ليوقع على ثاني أهداف الكناري. قلبوا الطاولة الكناري بعد أن كانوا متخلفون بهدف، عادوا ومن ثم تقدموا وهدف ولا أروع. شوف بمهارة بإصرار يأتي زيدان عبد الجبار، يضع المدافع ساقط على الأرض ويأتي بهدف ثاني. أي مباراة يقدمها فريق الكرخ. عادوا محمد شاكر النيجيري كوكو بالانتظار بالتركيز،
بالدقة كوكو، تعادل للغراف. فعلها كوكو من ركلة جزاء، ويعدل الكفة في وقت قاتل في الدقيقة الثانية من وقت بدل منضاع. ذهب باتجاه محمد شاكر لكنها دخلت في الشباك. عادت الفرحة، عادت الروح في مدرج الغراف. وللسيد قحطان شثير تقدم الكرخ، ولك شوف محمد شاكر ذهب باتجاهها لكن لم يحالفه الحظ، دخلت في الشباك. هدفين مقابل هدفين، أي مباراة حقيقة متقلبة المزاج. تقدم الغراف في الشوط الأول ثم تقدم الكرخ في الشوط الثاني، والآن يعود الغراف ويتعادل. كوكو لا يهدر مثل هكذا كرات، لا يخيب آمال الغراف. الآن تعود المباراة. إبراهيم يستعد لتسجيل أول أهداف المباراة، للدخول أولا من أجل أن يقول أنا لها في البداية. الموصل إبراهيم يتقدم، غازي الله 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 الله. الموصل يسجلون أول أهداف المباراة، وبأقدام إبراهيم غازي الذي يعتذر عن الاحتفال. نعم هو كان لاعبا مع نادي ادهوك بكل تأكيد. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف الموصل في هذه اللحظات. نعم في أول 10 دقائق أولى من هذه المباراة، نعم في الدقيقة 8 من مجريات الشوط الأول لهذه المباراة. هنا إبراهيم غازي، الموصل يتقدم بنتيجة المباراة. الديربي يشتعل هنا في ملعب ادهوك، يقدمون مستوى رائع جدا. هذا إبراهيم غازي بعدما اعتذر عن الاحتفال أمام ناديه السابق نادي ادهوك. 1-0 إبراهيم غازي، بينما ادهوك يبحث عن العودة من هنالك. القلعة الصفراء صفهادي، التسديد الله 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 الله. يا لها من ضربة، ويا له من هدف، ويا لها من كرة. الله الله الله، بكرة رائعة سجل من خلالها صفاء هادي في اللحظات الماضية في بداية الشوط الثاني. صفاء هادي يسجل نعم في هذه اللحظات ويسجل هدف التعادل. نعم عادوا والعود أحمد، هل كنت تنتظرني بأن أعلق في الدوري وتسجل هذا الهدف الرائع وهذه اللمسة الرائعة وهذا التحفة الرائعة بأقدام يسارية دونت بأقدام صفاء هادي. هنا المحاولة، هنا السرعة، بعد ذلك مجهود فردي. الله، يا لها من تسديدة ويا لها من ضربة بأقدام صفاء هادي، يسجل من خلالها هدف التعادل لدهوك. صفاء يسجل بكرة رائعة بتسديدة. الله 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 الله. مهدي هاشم بعدما تألق في الشوط الأول لكن يتقدم، بيتر يتقدم. قلب دهوك النابض بالحياة دائما. بيتر غورغيس يسجل ثاني الأهداف بطريقة رائعة على طريقة توبانينغا، يسجل من خلالها بيتر غورغيس ثاني الأهداف. الله على كرة والله على لعبة، يا له من جمال يسجل. ومهدي هاشم لم يستطيع إنقاذ الموصل من ثاني أهداف الدهوك. شوف الكرة، الله الله، يا هدوءك يا بيتر، يا جمالك يا بيتر، يا إبداعك يا بيتر، يسجل من خلالها ثاني الأهداف. الله 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 الله. يا أخي أي هدوء، أي جمال، أي تألق، أي رسمة، أي تحفة يقدمها هذا النجم بيتر غورغيس. إذن يضيف ثاني الأهداف لدهوك في الشوط الثاني. أي أداء، ماذا قال لكم هذا؟ اللحظات جوستن ميدراندم المدافع الذي يستعد على تنفيذ هذه الركلة. هدفين، الثالث قد يكون قادم بعد ذلك.
وضعها بطريقة رائعة وأطلقها كالسهم. نعم أطلقها كالسهم فاستقرت في الشباك بلا استئذان. نعم جوستن ميدراندا يسجل ثاني الأهداف للموصل ويعود في الموصل في هذه اللحظات. أي مباراة، أي قمة كبيرة، قمة شمالية مع فرحة جماهير الموصل. جوستن ميدراندا الكولومبي لعب 32 مباراة مع الموصل، ساهم ب6 مساهمات مع نادي الموصل، سجل 3 أهداف مع هذا الهدف. نعم 3 أهداف وصنع 3 أهداف. اللاعب القادم من ديبورتيفو بيريرا، شوف الكرة، شوف المحاولة بعدما تقدم وسدد الكرة الماضية بالقدم اليسرى وضعها وأطلقها كالسهم ودخلت المرمى بلا استئذان. وفرحة هيثم شبول في هذه اللحظات. هداف الفريق يستعد ويتقدم، يتقدم. يا جمالك يا بيتر، يا أخي جمال فوق الجمال، بلاغة فوق البلاغة. بيتر غورغيس يسجل ثاني أهدافه والثالث لدهوك. وفرحة الجماهير التي آزرت وتواجدت منذ بداية المباراة. بعد ذلك بيتر يا بيتر في الدقيقة 4 للموصل في آخر دقائق المباراة. لا زلنا ننتظر محاولة تصل أمامية عالية، وصلت براسية، بعد ذلك التسديد. لا يستسلمون أبدا، لا يستسلمون أبدا، لا يستسلمون أبناء الحدباء. نعم نعم بشير عمر يسجل التعادل. يا لها من مباراة، يا لها من لحظات، يا لها من فرحة لشبول، يا لها من لحظات رائعة. نعم لا يستسلموا أبناء الحدباء، أبناء أم الربيعين يسجلون في آخر لحظات المباراة بأقدام بشير عمر. هو من تقدم، هو من سدد. شوف هنا المحاولة، بعد ذلك التهيب الصدر والتسديد. الله 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 الله. وضعها بسقف المرمى وسجل من خلالها التعادل لمصلحة الموصل في آخر دقائق المباراة. الله على التسديدة. أحمد بشار تبقى ساكنا وسط المرمى. بعد ذلك التسديدة جاءت من عمر بشيرو. حسين علي يحاول التقدم من حسين مرة الآن. فهد اليوسف دخل بخبرة السنين، فهد عدى. الله يا فنان، الله 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 يا أحمد فرحان، الله يا فنان. نعم هنا أحمد فرحان يسجل أول أهداف المباراة. هذا هو الفنان بلحن القيثارة، بسمفونية القيثارة وبأرض ديالى يسجل أول أهداف المباراة من الفنان أحمد فرحان. يعلن عن الهدف الآن للشرطة. نعم يسجلون، يعلنون عن أول أهداف المباراة. لطالما انطلقت ولطالما بدأت المعركة فلا تعلن عن انتصار قبل انتهائها. فالضربة الأخيرة دائما ما تكون هي الضربة الحاسمة. هنا الشرطة، هنا القيثارة، هنا فهد اليوسف بتمريراته الجميلة، وهنا أحمد فرحان الفنان الذي يعلن عن أول أهداف المباراة من أحمد فرحان. هذا اللاعب الذي يعلن 35. هنا المواس عدى، هنا التصوير بقوية بالراس عدت ولا زال. الله حسين علي. هنا القيثارة مرة أخرى بين نسيمين عطر البساتين. هنا في ديالى يعزفون سيمفونية الشرطة بهدف ثاني في المباراة. هنا من يقاتلون على اللقب الخامس على التوالي. هنا القيثارة، هنا الشرطة، القيثارة. نعم جدا للدرب واسراره. لقب واحد
اثنين، ثلاثة، لا شنه أربعة، الخامس رايدين بشارة عالتوالي تريد فرح أنصاره. هذا هو الهدف الثاني، ويسعون يطمحون من أجل تضييق الخناق على المتصدر بأن يحققوا الانتصار، بأن يذهبوا بعيدا، بأن يأتوا باللقب الخامس. هذا ما يريدونه الشرطة. حسين علي وكأن المواس ينتقم بعد أن توعد لعلي رمضان بتسديدة قوية وصلت هنالك، تصدى لها علي رمضان، أبعدها. يتمناه سادس خلال هذه المواسم. يتقدم عصام، تنطلق الإثارة عبر العماني، ينشر الحلوى العماني، ينشر الحلوى العماني. الصبحي في هذه اللحظات على مدرجات ملعب المدينة الدولي. إذن عصام الصبحي يسجل هدف أول في هذه اللحظات. هاي لقطة لعصام الصبحي، هاي هدف لعصام الصبحي، يصل إلى هدف العاشر مع القوة الجوية. هاي فرحة لجماهير الصقور، هاي لقطة لجماهير الصقور. الصقور تسجل في هذه اللحظات، في هذه اللحظات على حساب الأنيق الطلبة. هاي لقطة، هاي لقطة وأي هدف لفريق القوة الجوية. تحلق الصقور الآن، حلقت الصقور في سماء العاصمة بغداد، في العاصمة بغداد في جانب الرصافة. القوة الجوية تحلق في هذه اللحظات. نادي الطلبة حاليا مع فهد داخل منطقة الجزاء. هدف ثاني، جول ثاني. الأوزبكي في الدقيقة 15. هدف من الأهداف الجميلة. لقاء لحساب الجولة 36 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 نسخة رقم 47. نذكر بأن هنالك ضياع لركلة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ليونيل أتيبة بعد احتساب ركلة جزاء لفريق الشرطة عن طريق حكم المباراة على سلام بعد العودة للفار. بسام شاكر يشارك مع بداية الشوط الثاني. بسام يشارك 4 أهداف في هذا اللاعب هذا الموسم، لاعب مهاري. والتغيير للمدرب أحمد صلاح ما بين الشوطين. هنا بداية الشوط الثاني 45 دقيقة أمام باسم قاسم للمحافظة على النتيجة أو إضافة هدف ثاني والظفر بالنقاط الثلاث، وأمام أحمد صلاح للعودة للمباراة وتسجيل هدف ثاني بعد ذلك والظفر بنقاط المباراة في ظل تقدم فريق الزوراء على حساب القوة الجوية في مباراة القوة الجوية والزوراء. وهذه النتيجة مباراة القوة الجوية والزوراء التي ينتظرها جماهير فريق الشرطة، ولكن في حال الانتصار من خلال هذه المباراة وليست الخسارة. جماهير أربيل هي سعيدة لغاية الآن بهذا التقدم، وهناك جماهير الزوراء سعيدة بالتقدم كذلك، وجماهير القوة الجوية تنتظر العودة من قبل اللاعبين بهدف التعادل في مرمى الزوراء. كل هذه الأمور طبعا في مباريات تقام بذات التوقيت للفرق الأربعة التي من خلال هذه الجولة القوة الجوية والشرطة وأربيل والزوراء. الأربعة الأوائل قوة الجوية في الصدارة، الشرطة في الترتيب الثاني، أربيل الثالث والزوراء الرابع. كرة ملعوبة الآن لمصلحة أربيل في منتصف الملعب.
بعد ذلك الكرة وصلت لريوان. ريوان الآن تنقل لمحمود المواس. المواس بكرة، وحكم المباراة المساعد أكرم علي إلى خارج أرضية الملعب يقول بأن الكرة إلى رمية تماس. محبين الشرطة تتحدث حتى عن الفنانين والكل مشجعين للشرطة بكل تأكيد يعني لا يتمنون الخسارة بهذه المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. تنفذ الكرة إيسيان كريستوفر جون. بعد ذلك المحاولة وصلت لعبد المجيد بوبكر. تمرير الآن بسام بهذه الكرة. فهد اليوسف، كرة لمصلحة الشرطة. بعد ذلك لبسام البديل الوحيد اللي في المباراة لغاية الآن، على اعتبار انه اربيل ما غير وفريق الشرطة اجرى تغيير واحد ما بين الشوطين. كرة وصلت لمصطفى سعدون، تبعد الى خارج ارضية الملعب. بسام يحاول فيها، طارق لفهد اليوسف. فهد، كرة فيها عودة للخلف، عبد المجيد بوبكر. حسين علي، ذكر من غادر عبد الرزاق قاسم، اعتقد هو من غادر ما بين الشوطين. كرة لمحمود المواس يحاول فيها، وتبقى الكرة وتبقى الخطورة، التمريرة والتصويبة. بعد ذلك ابعاد للكرة، دربكة داخل منطقة الجزاء، طالت على بسام، وصلت بعد ذلك لريوان. ريوان امين، تصل عبد المجيد، خاطئة من مصطفى سعدون الى خارج ارضية الملعب. هذا همام طارق، كرة الى الخارج الى رمية تماس. بعد ذلك الكرة تنفذ إيسيان، كرة امامية، ضربة راس وصلت لفهد اليوسف. محمود المواس، انطلاقه في الكرة صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة مع وجود بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على ايدي ديم إيسيان، لاعب النيجيري يتلقى بطاقة صفراء، وبالتالي ركلة حرة مباشرة. هذا ايدي ديم. محمود المواس على التنفيذ، الكرة تنفذ قصيرة وخاطئة، تصل لهمام. ارتداد سريع لمصلحة فريق اربيل، الكرة تقطع، لا زالت. بعد ذلك وصلت لكريستوفر جون الذي يحاول في الكرة. كريستوفر، طالت الى خارج ارضية الملعب الى تماس. فهد اليوسف، 3 بطاقات صفراء، بطاقتين على لاعبي فريق اربيل مقابل بطاقة فريق الشرطة من خلال هذه المباراة. كرة فيها عودة للخلف، تمرير لعبد المجيد، يمرر الكرة لفهد اليوسف. فهد، شرطة، حسين علي،
أتيبة، سين علي، كرة لا زالت خطيرة والتصويبة من أحمد يحيى، ولكن الكرة اصطدت وبعد ذلك تعود لكريستوفر جون. طلاقة سريعة، كرة الماضية صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، خطأ لكريستوفر جون. باسم قاسم الجنرال. الأمور لغاية الآن طيبة لهذا المدرب. تقدم بهدف على الوصيف في العاصمة بغداد، في ملعب الوصيف، في ملعب الشرطة، في ملعب القفص. التقدم بهدف شيء رائع. المرحلة الأولى حقق الانتصار بهدف، المرحلة الثانية لا زالت الأمور ربما تتغير، ربما يتغير واقع المباراة، ربما يعود الشرطة. كرة فيها التمريرة لبسام إلى الخارج إلى تماس. أحمد صلاح في حيرة من أمره بكل تأكيد. نعم، نقول هذا على اعتبار أنه هو يحاول الحصول على النقاط الثلاث لا غيرها، وينتظر إخفاق للقوة الجوية. هذا الأمر إذا ما حصل الأمور ستكون رائعة، ولكن القوة الجوية الآن يخسر أمام الزوراء بهدف، ولكن لا أحد يعلم، ربما يعود القوة الجوية. وهنا الشرطة يخسر أمام أربيل بهدف ولا أحد يعلم، ربما يعود الشرطة. كل هذه النتائج والأمور التي تحدث هنا وهناك في المباراة التي تقام بذات التوقيت نبقى ننتظرها ونتابع النتيجة وصولا لصافرة الختام. كرة القدم التوقع شيء والواقع شيء آخر. آكو حزير، كرة ملعوبة لمامادو، تصويبة ولكنها وصلت لحارس المرمى. كرة بتصل الآن، أحمد يحيى بكرة خاطئة. آكو حزير في المنتصف لباركو الأرجنتيني بتمريرة وصلت للريوان، بعد ذلك يعود لحارس المرمى. كرة بتصل لعبد المجيد، بسام شاكر، بسام في المنتصف لعبد المجيد مرة أخرى. تمرير الكرة، أتيبة يحاول فيها التصويبة ولكنها اصطدت، تبقى المحاولة من الجهة البعيدة وإخراج الكرة. الاطمئنان على سلامة اللاعب شيء ضروري. بالسلامة لمارلين، بالسلامة لمارلين شوبانوف لاعب الأوزبكي صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. التصويبة كانت قوية والمسافة كانت قريبة وتصطدم برأس اللاعب. بالسلامة لمدافع نادي أربيل. لقاءات الفريقين، تتحدث عن لقاءات الفريقين وتتحدث عن مجموع لقاءات الفريقين في الدوري. هذه الكرة التي اصطدت، هذه الكرة التي اصطدت، تصويبة أتيبة. مجموع اللقاءات طبعا تفوق واضح للشرطة على حساب أربيل. بتاريخ لقاءات الفريقين لدينا 47 لقاء، فوز الشرطة ب 28 لقاء وفوز أربيل ب 12 لقاء، والتعادل حضر ب7 لقاءات ما بين الفريقين. سجل الشرطة في مرمى أربيل 82 هدف، وسجل أربيل في مرمى الشرطة 39 هدف. أكبر انتصارات الشرطة 6-0 89-90 و6-1 موسم 99-2000. وأكبر انتصارات أربيل على الشرطة كانت 5-1 بموسم 2011-2012.
هذه الإعادة لهدف المباراة الوحيد الجميل الذي سجل من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء عن طريق شوبانوف مارلين الأوزبكي مدافع نادي أربيل. كرة وصلت لعبد المجيد بوبكر يحاول فيها يمرر ريوان الكرة مقطوعة الآن تقطع للشرطة تمرير الكرة المحاولة عن طريق فهد اليوسف لمحمود المواس لفهد حسين علي شرطة يحاول شرطة ضاغط حاول أن يمر فتح زاوية للتصويب بسام وكوميل الله الله على التصويبة الماضية وبرافو لكوميل وهذه الرأسية الثانية عن طريق مصطفى سعدون ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من تصويبة يا لها من تصويبة ويا له من تصدي يا لها من تصويبة ويا له من تصدي حلوة 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 الكرة كانت جميلة الكرة كانت وبعد ذلك بهذه الصورة بهذه اللقطة الرائعة التي كانت من بسام شاكر وبعد ذلك حارس المرمى كوميل سعدي. كرة بتصل لحارس المرمى حسن مصطفى سعدون أمامية الكرة محمود المواس تعثر وسقط كرة لهمام عالية الكرة من همام ضربة رأسية وصلت لكريستيان باركو بتصويبة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا كريستيان باركو اللاعب الأرجنتيني بتصويبة كانت ممتازة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى في اللقطة الماضية. حلوة كانت ورائعة. تغييرات القادمة أمير صباح وكذلك أحمد فرحان في الدقيقة 60. أحمد صلاح بتغييرات تغييران دفعة واحدة تغييران دفعة واحدة من غادر من ترك المباراة. التغييرات مستمرة ولكن النتيجة كذلك مستمرة بتقدم نادي أربيل بهدف. خروج لفهد اليوسف كرة في المنتصف تمرير لعبد المجيد وصلت بعد ذلك لبسام مصطفى سعدون كذلك يغادر. هذه التغييرات اللي كانت وأجراها فهد اليوسف ومصطفى سعدون أجراها المدرب أحمد صلاح. تغييران دفعة واحدة بدخول أمير صباح وأحمد فرحان. كرة لبسام ثالث التغييرات. طبعا أربيل لم يغير إلى الآن المدرب. آكو حزير لأربيل كرة في المنتصف زير يحاول فيها تمرير الكرة بعد ذلك المتابعة لمامادو. مامادو يحاول أن يمر بينه وبين المواس. كرة وصلت لهمان طارق. ابعاد للكرة مدافعي فريق الشرطة وصلت إلى جهة اليسار لأحمد يحيى. أحمد كرة بتصل لعبد المجيد بوبكر. المحاولة مستمرة. تمرير لأمير صباح. أمير لمحمود المواس. المواس يحاول. المواس الكرة اصطدت تبعد من همام عالية. الكرة متراجع. أربيل يدافع يريد الحفاظ على هذه النتيجة يحافظ على نتيجة المباراة. التقدم بهدف نتيجة ممتازة لأربيل خارج أربيل في العاصمة بغداد أمام الوصيف متقدما بهدف
ولكن الأمور لا زالت في الملعب، والأمور لا زالت متاحة حتى لأربيل بأن يتقدم بهدف ثاني أو الشرطة يعدل. صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة على رعد. حكم المباراة على سلام هذه الكرة التي تحصل فيها على رعد على خطأ في اللقطة الماضية. محمود المواس ملقى على أرضية الملعب، ربما يشكو من إصابة. بالسلامة للمواس. سنشاهد الإعادة إذا ما كان في اللقطة شيء. هو همام طارق، هو وهمام في هذه اللقطة. هنا اعتذار من همام، ولكن محمود المواس له رأي آخر، يطالب بشيء، يطالب بخطأ. حكم المباراة لم يستدعى من غرفة الفار. تستمر المباراة. كرة وصلت بعد ذلك ترسل عالية، تترك إلى خارج أرضية الملعب. تمرير من قبل حارس المرمى، وصلت لريوان. كرة في المنتصف، ضغط على حامل الكرة، استخلاص ممتاز للكرة الماضية. تبقى المحاولة، وصلت لمحمود المواس. كرة لأحمد فرحان أحد البدلاء، لا زالت الكرة. حسين علي يحاول فيها حسين، الكرة العرضية تبعد من المدافع. ابعاد تيميروف، عبد المجيد بوبكر. هجوم عن طريق احمد يحيى، وصلت لاحمد فرحان. المحاولة مستمرة لمحمود المواس، عالية الكرة والضربة الرأسية. الابعاد من علاء او نياز في اللقطة الماضية. كرة وصلت لريوان، انطلاقة من أمير صباح، مامادو، همان طارق، عالية الكرة. اليوم أربيل يسجل الهدف رقم 40 بتاريخ لقاءات الفريقين في مرمى الشرطة، ولكنني ذكرت بأن الشرطة سجل في مرمى أربيل ب47 لقاء 82 هدف. كرة وصلت لحارس المرمى، هذه الكرة كانت مطالبة بخطأ. أحمد فرحان كان يطالب بخطأ. هنا الصافرة والخطأ على تيميروف، خطأ لأمير صباح. كرة بتصل لطارق، عبد المجيد بوبكر. الشرطة 65 دقيقة انقضت. كرة تقطع، لا زالت هذه خطيرة لأربيل. الكرة تيميروف، حارس المرمى في الأولى، الثانية في المرمى، الثانية خلاص، الكرة في الجول. جول ثاني، هدف ثاني للإمبراطور، هدف ثاني كريستيان باركو.
لأبناء القلعة الصفراء. سجل الثاني الأرجنتيني بكرة. الأولى كان فيها حارس المرمى بتصدي، ولكن الثانية في المرمى، الثانية بالقدم اليسرى يسكن الشباك. هدف ثاني، اهتزت الشباك بهدف ثاني هذه الكرة، وتحت أنظار حارس المرمى ليتقدم أربيل بثنائية أربيل من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء. هذه الكرة في وسط المرمى، كريستيان باركو يعلنها ويتقدم أربيل بثنائية تحت أنظار الجماهير بحسرة كبيرة، ولكن هنا بالمقابل جماهير أربيل فرح بهذا التقدم. هدفين مقابل لا شيء. هدف ثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة. رمية تماس، كرة ملعوبة الآن لبسام، وصلت لأتيبا، تصويبة، وحارس المرمى يتصدى. كرة لا زالت وتبقى خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها تبعد الكرة. تمرير الآن، عبد المجيد بوبكر، بسام، تمرير، فارق 4 نقاط ما بين القوة الجوية والشرطة، بينما هذه التسويبة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. في حال خسارة القوة الجوية أمام الزوراء والشرطة هنا أمام أربيل يبقى نفس الفارق. تتحدث عن فارق 4 نقاط على اعتبار أن القوة الجوية ب80 والشرطة ب76. هذه التسويبة الماضية كرة وصلت إلى جهة اليسار، جماهير القوة الجوية بكل تأكيد تريد أن يبقى الحال على ما هو عليه لنادي الشرطة حتى يبقى الفارق إلى 4 نقاط. كرة وصلت في المنتصف، بسام، تبادل الكرات، تبقى مع بسام لمحمود المواس بكرة، ولكنها وصلت لكوميل. مباراة كبيرة لهذا الحارس، مباراة كبيرة يا كوميل، يقدم فيها مستوى رائع جدا، هو في كل المباريات يقدم مستوى رائع. هذه الكرة التي تصدى لها حسين علي لأمير صباح، أتيبا إلى رمية تماس لمصلحة نادي أربيل. 70 دقيقة انقضت و20 دقيقة الوقت المتبقي، بينما الكرة وصلت لأمير صباح، آكو حزير، أحمد يحيى، كرة بجهة اليسار، تمرير للكرة، نياز، كرة تترك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. نياز محمد، هذا نياز الكابتن
خبرة السنوات في الملاعب بالنسبة لهذا اللاعب. عالية الكرة تصل لطارق، تمرير الآن جهة اليسار، المحاولة مستمرة بإبعاد الكرة. حسين علي، تمرير تصل لأمير، بعد ذلك تبعد كرة في المنتصف. عبد المجيد بوبكر، محاولة عن طريق بسام شاكر، تقطع من إيسيان. أحمد يحيى، كرة وصلت لأمير صباح. أمير، هجوم الآن، محاولة مستمرة تبقى لبسام. بسام يحاول داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير لوجود ركلة جزاء. ركلة جزاء للشرطة، ركلة جزاء ثانية تحتسب للشرطة من خلال هذه المباراة. ركلة جزاء لبسام، بسام شاكر، وركلة جزاء. هل يعود للفار هذه الكرة؟ وهنا التقدم عن طريق بسام بينه وبين نياز، بينه وبين نياز محمد، وبالتالي هنا ركلة الجزاء التي تحتسب لمصلحة الشرطة بهذا اللقاء. ركلة جزاء. هل حكم المباراة يستمر باحتساب ركلة الجزاء أو يعود للفار ليشاهد اللقطة ليتأكد من القرار؟ حكم المباراة على سلام، هل يستدعى من غرفة الفار؟ لدينا علي أحمد شاكر وعلي فاضل في غرفة الفار. جماهير الشرطة تتمناها بكل تأكيد ركلة جزاء ليقلص الفارق فريق الشرطة، ولكن نذكر بأن الشرطة عندما كان متأخرا بهدف تحصل على ركلة جزاء وضاعت في الدقيقة 38 عن طريق أتيبة. الآن يتحصل على ركلة جزاء ثانية في اللقاء، ولكن لم تؤكد لغاية الآن. على سلام حكم المباراة ينتظر إذا ما كان هناك كلام وحديث من غرفة الفار. يعود للفار ليتأكد من القرار إذا ما كانت ركلة جزاء أو لا. نظرات وترقب جماهير الشرطة في هذا اللقاء. هذه الكرة هل فيها إعاقة؟ هل فيها إعاقة؟ القرار لحكم اللقاء. يشاهد اللقطة بأكثر من زاوية وبعد ذلك هو من يتخذ القرار، ولكن نتمنى أن يكون القرار صائب، إن كان لأربيل بعدم احتساب ركلة جزاء أو للشرطة باحتساب ركلة جزاء. هو من يقرر، هو من يشاهد اللقطة بأكثر من زاوية. هنا التأكيد على إذا ما كانت هنالك إعاقة
لبسام شاكر من قبل نياز محمد مدافع وكابتن نادي أربيل. هذه الكرة من زاوية أخرى، يطلب الرجوع من الفار، رجوع الصورة ليتأكد من القرار. على سلام، لا زالت الأمور فيها وما فيها، تحتسب أو لا، فيها ولا لا. على سلام هو من يقرر، على سلام هو من يعطي القرار ويتخذ القرار. جماهير الشرطة تتمناها، جماهير أربيل لا تتمنى أن تحتسب ركلة جزاء. والقرار إلى ماذا؟ القرار إلى ماذا؟ إلى ركلة جزاء أو لا؟ هنا الإعادة بأكثر من زاوية، هذه ثالث الزوايا التي يشاهد فيها حكم المباراة الإعادة. يتأخر، يشاهد اللقطة بأكثر من زاوية، هذا الأمر غير مهم، الأهم هو أن يتخذ القرار الصائب، أن يتخذ القرار الصائب. هذه وحكم المباراة على مهله، خلص هنا اتخذ القرار، هنا اتخذ القرار فيها ركلة جزاء أو لا. على سلام ماذا يقول؟ أنه الكرة ما فيها ركلة جزاء، أنه الكرة ما فيها ركلة جزاء. خيبة أمل جديدة بالنسبة لهذه الجماهير بعدم احتساب ركلة جزاء. هذه الكرة يبقى التقدم لنادي أربيل بهدفين مقابل لا شيء. شوف الحسرة من هذا المشجع الشرطاوي، الأمور ليست كما يشتهيها هذا المشجع، الأمور بهذه النتيجة وفي ظل الخسارة لغاية الآن. إسقاط كرة من قبل حكم المباراة. لدينا تغيير قادم، سفين منصور. 10 دقائق الوقت المتبقي عدا الوقت المضاف. كرة عالية بدينا لإيسيان، بدينا لإيدي ديم إيسيان لاعب النيجيري غادر. هنا كريستيان، اليوم كريستيان يسجل ثالث أهدافه من خلال هذا الموسم. باركو اللاعب الأرجنتيني اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة. أمير صباح، كرة ملعوبة إلى جهة اليسار، تبعد بعد ذلك. متابعة للكرة، تمرير ريوان، أمير صباح، تمرير للكرة، تبادل الكرات، شرطة محاولا لتقليص الفارق.
آخر اتصالات الشرطة كانت على أربيل تتحدث عن الموسم الماضي، وفي المرحلتين فاز الشرطة على أربيل. المرحلة الأولى 4-1 في يومها ميمي سجل هاتريك وهدف للوكاس سانتوس، وفي المرحلة الثانية الفوز بهدفين كذلك لمهند علي ميمي. حسين علي، كرة وصلت في عودة، بعد ذلك تمرير لأحمد فرحان. أحمد، تمرير الكرة لطارق، بسام، شاكر، شرطة، بسام بتمريره وصلت لعبد المجيد، عبد المجيد لبسام، بسام بتمريره لمحمود المواس، تبادل الكرات، وصلت بعد ذلك انياز بإبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. محمود المواس، عبد المجيد بوبكر، فريق الشرطة آخر خسارة كانت من الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 28. بعد ذلك تعادل أمام القرمة، ومن ثم فوز على نادي القاسم، ومن ثم كذلك التعادل أمام نفط ميسان بهدفين، وبعد 4 انتصارات متتالية على النفط ونوروز والغراف وديالة. اليوم خسارة للشرطة أمام أربيل لغاية الآن وصولا للدقيقة 84. أمير صباح، تمرير الكرة، بسام شاكر لمحمود المواس، تنقل الكرة خطيرة وهدف للشرطة، هدف للشرطة الآن، ولكن راية يبدو لي، راية من الحكم المساعد أكرم علي على أتيبة، يلغى الهدف في الدقيقة 85، يلغى الهدف. هذه الكرة إلى الآن الحالة سليمة. أتيبة لامست أتيبة، نعم حالة تسلل، على اعتبار أنه أتيبة كان في موقف تسلل متقدما. كان كرة تبعد من قبل حارس المرمى، حالة تسلل أخرى، ركلة حرة غير مباشرة. حسن، عبد المجيد، أمير صباح، كرة أمامية، أتيبة، الكرة تقطع عن طريق همان طارق لمامادو، كرتها مقطوعة لبسام، بسام يمر، بسام يتقدم، صافرة وخطأ تنفذ بشكل سريع، وصلت لأمير صباح، أمير يحاول بهذه الكرة ولكن برافو، الله، يا سلام يا سلام عن كميل وإنقاذ كميل وبراعة كميل وإبداع كميل بهذه المباراة. اي والله يقدم مستوى كبير، يقدم مستوى رائع حارس المرمى كميل بهذا اللقاء. تصدى لركلة جزاء، تصدى للعديد من الكرات الخطيرة التي كانت لمصلحة الشرطة. هو نجم المباراة، هو نجم المباراة. ابقاء النتيجة لتقدم أربيل وإنقاذ مرماه من العديد من الكرات الخطيرة، وأبرزها طبعا ركلة الجزاء التي تصدى لها في الدقيقة 38 أمام ليونيل أتيبة. كرة وصلت كريستوفر جون،
ركلة ركنية الآن. طارق، اهدأ يا طارق. وكريستوفر، بطاقة صفراء لكلاهما. عبد المجيد بوبكر في حديث مع كريستوفر جون. بطاقة صفراء لكريستوفر، وكذلك بالمقابل بطاقة للاعب طارق. القوة الجوية هناك يعدل القوة الجوية أمام الزوراء. هناك النتيجة 1-1، يعني سيكون الفارق إلى 5 نقاط إذا ما انتهت مباراة القوة الجوية بالتعادل أمام الزوراء. سيصل للنقطة رقم 81، بينما رصيد الشرطة سيبقى ب76 نقطة في ظل الخسارة هنا أمام أربيل. علي شاخوان يشارك الآن. بدينا لآكو حزير. كرة تنفذ، بعد ذلك الإبعاد. سفين، كرة وصلت وتمرر. مارلين يمرر الكرة. كريستوفر جون بينه وبين طارق. وصلت لهمام، فيها عودة وتمريرة. بعد ذلك أمير صباح، ريوان، أمير صباح. آخر 9 مباريات طبعا، تتحدث عن آخر تعادل حضر بين الفريقين قبل 9 مباريات بنتيجة الهدفين مقابل هدفين، ولكن آخر تعادل سلبي بين الفريقين يعود إلى عام 2019 قبل 11 مباراة. هذا يعني في آخر 11 مباراة، واليوم المباراة 12 على التوالي بين الفريقين، كل المباريات سجل فيها، كل المباريات سجل فيها. كرة ملعوبة الآن إلى خارج أرضية الملعب. بطاقة صفراء لأحمد فرحان. 90 دقيقة انتهت، نلعب في الوقت المضاف. كرة تصل لكوميد. هنا أحمد فرحان. 8 دقائق الوقت المضاف. هنا البطاقة الصفراء التي كانت لأحمد فرحان. سفين لكريستوفر جون. كرة عرضية من قبل على رعد وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى تماس. جماهير الشرطة بدأت تغادر الجماهير. هنا تغيير قادم. سامبو وشيركو كريم. تغييرات القادمة لفريق الشرطة. شريف يشارك. شريف عبد الكاظم من التغييرات، مع كذلك
سامبو، أحمد يحيى وحسين علي هم من غادروا. بولي سامبو لاعب السنغالي مع شريف مع التغييرات، وهذه كرة وهذه فرصة ولكنها ضاعت إلى خارج أرضية الملعب من سامبو، لاعب الذي اشترك قبل قليل. كرة الماضية التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. حتى في خسارة الشرطة وتعادل القوة الجوية والزوراء هناك يبقى الأمل بالحصول على اللقب بالنسبة لفريق الشرطة، ولكن ينتظر تعثر القوة الجوية في المباراتين المباريات القادمة على أن يحقق انتصارات في المباراتين فريق الشرطة مباريات القادمة. نذكر بأنه مباريات الشرطة القادمة الكرخ والميناء في بغداد، بينما القوة الجوية نفط ميسان في ميسان وزاخو في بغداد. رمية تماس، كرة تنفذ، شريف تصويبة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. فريق أربيل يصل لانتصار رقم 21 من خلال هذا الموسم بهذا الانتصار طبعا، ويصل للنقطة رقم 73 وكذلك يحاول الوصول للوصافة، يحاول الوصول للوصافة. هذه كرة الهدف الثاني، ابعاد كان من قبل حارس المرمى، ولكن المتابعة الرائعة التي كانت من قبل كريستيان باركو. شوف الحسرة الواضح على هذه المشجعة السيدة، مشجعة الشرطاوية طبعا، نشاهدها في العديد من مباريات الشرطة، تؤازر فريق الشرطة، تشجع فريق الشرطة بكل وفاء كبير. خيبة أمل بالنسبة لجماهير الشرطة بهذا اللقاء بعد الخسارة، ولكن فرحة كبيرة، فرحة كبيرة بالنسبة لجماهير نادي أربيل. كرة ملعوبة الآن، التغييرات القادمة، هذا الفارو وعمر جنجي كذلك يشارك. كرة تلعب عالية، الضربة الرأسية، هناك القوة الجوية يتقدم بهدف ثاني، القوة الجوية يتقدم بهدف ثاني على حساب الزوراء. القوة الجوية يتقدم هناك بهدف ثاني على حساب الزوراء. أصبحت النتيجة تقدم القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد للزوراء. هناك القوة الجوية ينتصر وهنا الشرطة يخسر. نتائج كرة القدم، كرة القدم، متغيرات كرة القدم، وبالتالي الأمور، الكرة وصلت لحارس المرمى، الكرة وصلت لحارس المرمى.
كرة في المنتصف، أمامية الكرة، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. قوة جوية بانتصاره على الزوراء، يصل للنقطة رقم 83. محمود المواس، ركلة حرة مباشرة، الكرة تنفذ عالية، ابعاد من قبل حارس المرمى احمد، ابعاد بالتيميروف، وصلت بعد ذلك رمية تماس، امير صباح، الوقت المضاف انتهى. تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، فيها ابعاد، تيميروف، ارتداد سريع، كريستوفر جون يحاول يمرر، كرة لا زالت لمصلحة أربيل، المحاولة مستمرة، تقطع الكرة، ريوان، كرة في المنتصف لعبد المجيد، تمرير الكرة ومن ثم الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أمير صباح، كرة فيها تمريرة وصلت لحارس المرمى كمهيل اللي قدم مباراة كبيرة، كمهيل اللي قدم مباراة كبيرة. أحمد صلاح وخسارة من خلال هذا اللقاء، وخسارة من خلال هذه الجولة. رمية تماس الآن، خلاص نلعب على صافرة الختام، نلعب على صافرة الختام لهذا اللقاء. كرة وصلت لتيميروف، تمرير الكرة، إذن هنا الصافرة تأتي من قبل حكم المباراة على سلام للنهاية الكاملة لهذه المباراة بفوز فريق أربيل بهدفين مقابل لا شيء لفريق الشرطة. مبروك لأربيل وجماهير أربيل، وهارد لك لنادي الشرطة وجماهير الشرطة. حتى ألتقيكم في مباريات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.